كابتن ابو بكر، عايز اسالك سؤال. ما هي نوعيه الاختبارات البدنيه للحكام الدوليين؟ شوف، عملت برنامج اختباري يتكون من جزئين. الجزء الاول يتمثل في اختبار السرعه، وهو 40 متر لكل حكم يجري 6 مرات 40 متر. الحكام عندهم وقت يعني 6 ثواني فاصل 2. تمام. الحكام المساعدين يجريوا ال 40 متر في 6 ثواني فقط. وما بين ال 40 و 40 عندهم وقت راحه ب 90 ثانيه. كويس. لازم يكون 6 مرات ب 40 متر، الوقت ما ينزلش تحت الاوقات هذه. كويس. الجزء الاول. الجزء الثاني يتمثل في جري 150 متر، هي عدد 150 متر 10 مرات. 10 مرات. يعني يكون بعد الانتهاء يكون الحكم جرى 4000 متر. هذا بالنسبه للفيفا، لكن الكاف حدد 12 لفه، يعني 4800 متر لكل الحكام. كويس. سواء المساعدين او الحكام الساحه. كويس. طيب قول لي ايه تصوراتك او رؤيتك او متابعتك لمدى لياقه حكام مصر البدنيه؟ مصر عندها يعني مشكل خاص. مصر هو كان في مده طويله ما كانوش عندهم يعني اخصائي الاعداد البدني بالنسبه للحكام. الفيفا الان تجبر الاتحادات الكل في العالم الكل باش ياخذوا يعني اخصائي في الاعداد البدني للحكام. كويس. مصر كان هذا المشكله هذه ما كانش موجود منذ يعني زمن قليل. لجنه الحكام المصريه عينت دكتور محمد عثمان. كويس. يكون هو مشرف على الاعداد البدني. كويس. هذا يعني الجانب الثاني، الحكام المصريين هم حاله خاصه. يعني ما القاهره، خاصه القاهره يعني مدينه كبيره، والوقت مش كافي باش يتنقلوا ويتدربوا يعني بانتظام الحكام. فلذلك كان عندهم الان الحمد لله الوضع تحسن يعني بشكل ممتاز. واليوم كان الاختبار جيد، ويعني تقريبا الحكام ما كانوش باستثناء سمير عثمان. سمير عنده حاله خاصه، واولا كان مريض، كان عنده نزله برد، وكان مصاب، في نفس الوقت هو الوقت نتاعه يعني يشتغل في بنك، والوقت ما يسمحلوش باش يدرب بانتظام يعني 4 و5 ايام في الاسبوع. لذلك هو حكم ممتاز، يعني اخلاق عاليه ولياقته ممتاز، لكن الاختبار عنده ظروف نفسيه خاصه. دائما كانوا نفسانيين مشكله من الجانب هذا، لكن انا عندي ثقه فيه كبيره انه لو يمكن الوقت يسمح له الوقت باش يتدرب بانتظام هو ينجح يعني بامتياز، ما فيش حتى نقاش. شكرا الزميل التونسي العزيز ابو بكر حناشي الذي اشرف على الاختبارات اليوم. ولو كان الامر بالعلاقات لنجح سمير عثمان بعد الكلام الرائع الذي قاله ابو بكر حناشي عنه، ولكن للاسف العلاقات وحدها لا تكفي، لان سمير رسب للمره الثامنه على التوالي. معنا الخبير الذي نهض بالمستوى البدني للحكام المصريين، كما قال الأستاذ حناشي أن الفيفا يجبر الاتحادات الآن على تعيين إخصائي إعداد بدني. دكتور محمد عثمان تولى هذه المسألة، وبعد أن كان عدد الحكام المصريين الفاشلين في اجتياز الاختبارات 6، اليوم لم يبقى بينهم إلا فاشل واحد. معنا الدكتور محمد عثمان. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير يا دكتور علاء، ازي حضرتك؟ بنهنيك الأول على التطور العظيم في المستوى البدني لحكام مصر. ربنا يخليك يا دكتور. قل لي ماذا فعلت خلال الفترة القصيرة الماضية؟ والله يا دكتور انا كنت سعيد الحظ ان انا يعني في الفترة اللي فاتت دي دعيت يعني كنت على علاقة جيدة جدا بالكابتن ابو بكر حناشي، وهو من اول من حطينا على الطريق الصحيح لتدريب الحكام. كويس. ودعيت من قبل مهندس طارق البشماوي لحضور دورة النخبة اللي كانت في مصر من 13 ل 20 اللي فاتت، واستفدت منها جدا. تمام. من بعدها الحمد لله كنت على يعني بينت علم بالعمل في الحكام، لان ده يعتبر بالنسبه لي اول مره اشتغل فيه، اول تجربه من نوعها. بالظبط. واشتغلنا من شهر 12 كده بالظبط بعد الدوره،
لغايه الاختبارات النهارده. الحمد لله الحكام كانوا بصراحه يعني مظلومين من وجهه نظري الشخصيه، لانه ما بيعرفش يعد نفسه كويس، بيشتغل اجتهادي سمعي. النهارده بعد ما الحمد لله اشتغلنا ببرنامج علمي منظم رغم من فتره قصيرها، برضه انت عارف حكامنا كبار السن فيهم كتير، وفيهم برضه ناس مش مؤهله انها تدرب نفسها كويس. الحمد لله وفقنا وفق برامج محدده، الحمد لله ان هم وصلنا النهارده يا دكتور علاء ان احنا ما بفضل الله اولا واخيرا ثم بمجهود الحكام وانتظامهم في الفتره اللي فاتت ان نجح 6 من 7، ويعني لم يعني صوبة توفيق الكابتن سمير عثمان رغم ان ما شاء الله لياقته في الماتشات رائعه، انما النهارده كان يعني عامل البرد ليه دور معاه، وربنا يوفقه في الفتره الجايه ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. يعني انا بشكر طبعا في برنامجك المحترم اتحاد الكوره ان هو وفر للحكام اول مدرب متخصص للياقه، وبشكر الكابتن اللواء عصام صيام لانه كان ليه دور، والكابتن فتحي نصير بصراحه لوجودي ان في العمل دوت داخل الاتحاد. شكرا الدكتور محمد عثمان مدرب اللياقه البدنيه للحكام المصريين الذي نهض بهم من القاع الى مستوى عالي جدا. تقرير للزميل طارق الجندي وهو من أعد تقرير مرات الرسوب لسمير عثمان في المقدمة، وكلمة حادة مباشرة. كلمة حادة مباشرة، سقوط جديد للتوريث، فضيحة جديدة للتحكيم المصري على المستوى الإفريقي تمثلت في فشل الحكم الدولي سمير وريث الحكم الدولي محمود عثمان في اجتياز اختبارات اللياقة البدنية التي نظمها الاتحاد الإفريقي صباح اليوم. سمير معتاد السقوط في هذه الاختبارات أهمل عمله الأساسي في الملعب وتفرغ للظهور الإعلامي، فنال جزاءه المستحق في النهاية وسقط سقوطا مدويا في الاختبارات، وهي المرة الثامنة التي يرسب فيها. لكن كل هذا لا يهم في رأي لجنة الحكام بالاتحاد المصري التي تهوى دائما مكافأة الساقطين، مما جعل اللجنة تمنح سمير عثمان إدارة 7 مباريات في الموسم الحالي قبل أن تقوم باستبعاده من إدارة مباراة الأهلي والمقاولون بعد غد، بعدما تم تعيينه أمس لإدارتها، وقامت اللجنة باختيار مدحت عبد العزيز لإدارة المباراة. السقوط المتكرر للوريث ليس مسؤوليته وحده، ولكن لجنة الحكام تتحمل جزءا كبيرا من هذا الفشل، لأن اللجنة لا تطبق مبدأ الثواب والعقاب، وتقوم دائما بدعم الفاشلين بقوة للاستمرار في فشلهم، ولا تقوم بدورها الصحيح في تقويم الخطأ، مما يدفع الجميع للاستمرار في الخطأ ويقتل لديهم أي طموح أو محاولة لتحسين مستواهم. كتبها طارق الجندي.